شارع صلاح الدين سمي بشارع صلاح الدين باسم مفاتح مدينة القدس، وخاصة هذا الاسم أعطي بعد عام 1948. طبعا في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين كانت هذه المنطقة مشهورة بالأعناب والعنب والشجريات، حتى أن هنالك أسمى كروم، كرم العرب اللي هو خلفنا يقع بالضبط، وأيضا كرم عتاب اللي هو موجود في مكتب المحافظة الأردنية. هذا الشارع اشتهر بعد أن تم احتلال مدينة القدس الغربية، وكان هنالك شارع يافا يعتبر من ناحية تجارية، انتقل مباشرة إلى هذه المنطقة، وبدأ السكان الفلسطينيين يعيدون إحياء هذه المنطقة من ناحية تجارية ومن ناحية اقتصادية، حيث شاهدنا أنه بين 48 وال 67 قد شهدت هذه المنطقة من ناحية اقتصادية، وكل المستثمرين الفلسطينيين في هذه المنطقة استثمروا بشكل كبير، سواء كان بالمحلات التجارية أو بالمؤسسات الفندقية السياحية، لأنه بدأت السياحة الدينية تأتي إلى هذه المنطقة بالإضافة إلى السياحة العادية. أبرز المعالم الموجودة في المحافظة موجودة أيضا في هذه المنطقة بناية البنك المركزي الأردني وليس اتكان النقام، وأيضا البريد الذي تحول إلى بريد إسرائيلي ومركز للشرطة الإسرائيلية، وأيضا المحكمة الاستئناف الأردنية التي تحولت إلى محكمة إسرائيلية. المؤسسات الاستشراقية الموجودة في هذه المنطقة مثل كول بابليك الفرنسية أو الدراسات الاستشراق الأمريكية الموجودة في شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى الآثار التاريخية في قبور الملوك. هذه العملية تحويلها من فلسطيني أو إلى إسرائيلي هي عملية قمع، هي في نفس الوقت عملية إحلال وطرد للسكان، بمعنى أن هذه المؤسسة البريد أصبحت مؤسسة شرطة للقمع، وأيضا المؤسسات الأخرى مثل المحافظة أصبحت لوزارة العدل، مع أنه لا يوجد عدل في الجانب الإسرائيلي، وهذه هي تخدم في النهاية المحاكم تخدم الجانب الإسرائيلي وقمع الشعب الفلسطيني في داخل مدينة القدس.